من الجمل اللي أسمعها من كثير من المغتربات هي إن الغربة كربة، أو من طلع من داره قل مقداره. وهذول الناس يرددوا هذه العبارات لأنها مبرمجة عليها من يوم حنا أطفال، وحنا نسمع الكل يقول الغربة كربة. أو يمكن واجهت صعوبات كثيرة في الجامعة، في المدرسة، في حياتها بشكل عام في الغربة، فشافت من تجربتها أن هذا المثل المتداول حقيقي. كوني مغتربة وعشت في أمريكا لسنوات طويلة، وأقدر أقول إنها من أجمل سنوات عمري، أقدر أقول أن هذه البرمجة خاطئة، لأن من القوانين الكونية اللي تحمل كثير من العدل هو قانون الانعكاس. قانون الانعكاس ينص على أن حياتك بما تحمل من أحداث ونتائج ما هي إلا مجرد انعكاس لما تحمله للداخل من معتقدات ومشاعر. فإذا أنا نمت وصحيت وكل يوم أقول الغربة كربة، معناتها أنا قاعدة أحمل نفسي كثير من مشاعر الألم والمعاناة، وما راح تظهر لي إلا التجارب المؤلمة عشان تأكد لي هذه الفكرة والبرمجة اللي أنا أحملها وأكررها كل يوم. لكن لو أقنعت نفسي على رؤية جمال المكان اللي أنا عايشة فيه، وإنه ممكن يحمل لي كثير من الفرص، فرص في الرزق، فرص في الدراسة، أحلام تتحقق، إنجازات، فهذا كله ممكن يتجلى في واقعي وتصير الغربة فرصة بدل إنها كربة. لذلك في هذا الفيديو أصدقائي خلونا نتكلم بعمق عن قانون الانعكاس، وفي الأخير راح أشارككم تمارين تقدروا تطبقوها تساعدكم في تغيير معتقداتكم. خلوني أشارككم تجربة عظيمة تثبت قانون الانعكاس. في هذه التجربة جابوا مجموعة من البنات وطلبوا منهم يقدموا على وظائف معينة وإنهم يروحوا هذه المقابلات الوظيفية، لكن شرطوا عليهم إن قبل المقابلة حنا نبغى نحط وحمة على وجوهكم، على منطقة الخد، وحمة كبيرة تكون واضحة، تكون مو حلوة، ونبغى نعرف تأثير هذه الوحمة على مجرى المقابلة. فالبنات قالوا أوكي ووافقوا، لكن اللي قام بهذه الدراسة هو يبغى يعرف كيف ممكن ينعكس موضوع انك انت تشوف نفسك مو حلو، مو جميل، على نوعية الاحداث والمواقف اللي تصير لك في حياتك. فاللي سواه يوم المقابلة بعد ما جت الميك اب ارتست وعملت الوحمة، وقبل ما يروح المقابلة قالت لهم الميك اب ارتست خليني بس بكذا بعمل لمسات اخيرة قبل ما تمشوا، وقامت مسحت هذه الوحمة. فالبنات راحوا المقابلات وهم يعتقدوا الوحمة باقي موجودة، لكن في الحقيقة هي ما هي موجودة. فكيف تتوقعوا البنات وصفوا هذه التجربة بعد ما انتهوا منها؟ أغلبهم قال إن حسوا بالعنصرية، حسوا إن اللي يعمل لهم المقابلة قاعد يطالع فيهم نظرات مو حلوة ومركز على الوحمة، وإن الناس كانوا معاهم ما هم لبقين ومقتنعين تماما إن السبب هو وجود الوحمة في وجوههم. فشفتوا كيف أحيانا الإنسان عقله يخدعه بناء على اللي يؤمن فيه. فإذا كان يؤمن بشيء سلبي، بالشح، بالقبح، بالبؤس، ما راح يظهر له وما راح يشوف في العالم إلا نفس هذه المواقف، بعكس الإنسان اللي لو كان يشوف نفسه جميل وإيجابي ومحب للحياة ومنطلق للحياة، فما راح يلاحظ في الحياة إلا الفرص الحلوة والنجاحات والرزق. من الحقائق اللي نحتاج نفهمها بخصوص موضوع الانعكاس إن شعورك خلال يومك أو شعورك خلال الأحداث اللي تصير خلال يومك ما هي إلا نافذة تقدر تشوف فيها إيش قاعد يصير جواتك. فكل ما كان شعورك الطاغي شعور سلبي، كل ما كان واقعك بائس أكثر. نمثلها باللي يستخدم جهاز الكمبيوتر حقه طريقة خاطئة ويحمل عليها ملفات غير مناسبة، يكون سهل الاختراق. فإيش راح نشوف في السكرين؟ ما راح نشوف إلا مشاكل ورسائل من الجهاز بليز نظف جهازك. فبعض البشر نفس الشيء، عبارة عن ملفات مبعثرة، ملف أخذتها من أمها، ملف أخذتها من أبوها، ملف من صداقاتها، ملف من أستاذها في الجامعة، ملف من تجاربها في الحياة، وكل هالملفات بحاجة لإعادة ترتيب وتنظيم عشان نقدر نعيش بواقع أجمل. لذلك راقب شعورك خلال اليوم. هل أنت طول اليوم غاضب؟ هل أنت طول اليوم خائف؟ راقب شعورك تجاه الأحداث اللي تصير في حياتك. هل أنت سهل الاستفزاز؟ المشاعر هي عبارة عن طاقة حنا ما نشوفها بعيوننا، حنا ما نقدر نلمسها بيدنا، لكن نقدر نشعر فيها، وحنا في وضعية إرسال واستقبال طول اليوم. فاسأل نفسك
إيش نوعية المشاعر اللي قاعد أرسلها وأستقبلها أنا طول اليوم، لأن هذه المشاعر تؤثر بشكل كبير في نوعية الأحداث اللي راح تصير لك خلال يومك ومستقبلك. فمثلا الشخص اللي عايش طول يومه بمشاعر خوف يمكن يطلع له اللي يخوفه، اللي يعصب عليه، يحاول يتحكم فيه. والشخص اللي عايش طول اليوم بدور الضحية ومشاعر المظلوم فممكن يطلع له الشخص اللي يهينه ويعلمه أهمية أنك أنت تقول لا وتوقف لنفسك. السؤال الآن، كيف ممكن أنشغل بنفسي وبإصلاح ذاتي، بتغيير معتقداتي، بتعديل مشاعري عشان أقدر أطبق وأستفيد من قانون الانعكاس في حياتي؟ والحل الأول اللي راح أقترحه عليك هو الكتابة. كتابة مشاعرك طول اليوم، في الصبح، في النهار، في الليل. راقب شعورك، حاول توصفه ولو بكلمة. ونهاية اليوم إذا لقيت أنك أنت تنحاز إلى المشاعر السلبية فحنا نبغى نركز على إيجاد بديل إلى هذا الشعور. فمثلا لو لقيت أن الشعور الغالب خلال يومك هو الغضب، معناته حنا نبغى نبدله بشعور الهدوء والاسترخاء، مثل أني أخذ أنفاس عميقة، مثل أني أنزوي بنفسي لمدة 15 دقائق. والحل الثاني اللي راح أقترحه هو ضرورة أنك تتصالح مع الشعور السلبي اللي أنت تحمله، أو المعتقد السلبي، أو الجانب المظلم فيك. كلنا بشر، والإنسان يحمل جانب خير وجانب شر، جانب مظلم وجانب منير. لكني اليوم أختار أني أكون حيادي تجاه هذا المعتقد والشعور. فمثلا لو كنت أنت إنسان تشعر بالعنصرية دائما، وتلاقي الناس اللي يعاملوك بعنصرية يظهروا لك في الحياة، سواء شريك، سواء زميل في العمل، زميل في الدراسة، فهنا أنت تبغى تتصالح مع هذا الشيء بأنك تحضن حالك، تطبطب عليها، تتقبلها، تتقبل الجزء اللي جواتك اللي رافض موضوع العنصرية. وأكون حيادي بمعنى أعترف أن العنصرية موجودة في الحياة، لكن مو بالضرورة تظهر لي في حياتي. والطريقة الثالثة والأخيرة اللي راح أذكرها هي راقب أحداث حياتك. هل تلاحظ أحداث قاعدة تتكرر بالظهور؟ نوعية ناس يظهروا لك كل مكان؟ أمور وأرزاق معطلة صار لها سنوات؟ ربما هذه الأمور والأحداث كلها تعكس معتقد سلبي أنت قاعد تحمله وبحاجة للتغيير. فهات قلم وورقة وحاول أنك أنت تحلل الموقف، ومنها تبدأ تكسر هذه المعتقدات وتفككها. وإذا ما قدرت تطبق هذا الشيء وتكسر الحلقة، فيمكن أنت بحاجة شخص مختص يساعدك في الوصول إلى جوات نفسك. الشيء الأخير اللي أبغى أذكركم فيه يا أصدقائي قول رب العالمين: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فنقدر نقول إن الهدف من قانون الانعكاس في الحياة هو تحقيق العدل والمساواة. إنك أنت حياتك، نوعيتها، جودتها، جمالها، أو حتى الجانب البائس منها، فهو كله نتيجة حرث يدك. وممكن هذا الحرث يكون واضح قدام عيونك وتشوفه وتقدر تصلحه على طول، ويمكن يكون غير واضح وتحمله في قلبك لسنوات وتتساءل ليش أنا بائس. فذكر نفسك يوميا بقول رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وادعي وصلي واسأل رب العالمين: يا رب وريني اللي أنا مو قادر أشوفه، علمني اللي أنا بحاجة إلى تعلمه، اظهر لي الحقائق الغايبة عني، ساعدني أربي نفسي قبل ما يجيني أحد يربيني بطريقة جدا مؤلمة. هذه فيها إطلاق نية، أنا قاعدة أنوي أني أتعرف على نفسي وأكشف حقيقة نفسي، ورب العالمين راح يساعدك في هذه الرحلة. عموما هذا كان اللي عندي اليوم أصدقائي، أتمنى الفيديو كان خفيف لطيف عليكم. إذا أعجبكم بليز ما ننسى اللايك والسبسكرايب. مشكورين للمشاهدة ولحسن الاستماع.